في هذا الزمان فاش نعيشوا حاليا يعتقد الانسان بانه محور الكون. البشر او الانسان تيتصحاب لهم او بعض البشر بين قوسين تيتصحاب لهم بانهم محور الكون. كتلقاه تيبغي يفرض عليك مجموعه من الافكار ديالو، مجموعه من التقاليد ديالو، مجموعه من الاعراف ديالو اللي هي تقاليد عافى عنها الزمان. هل نحن مخيرين ام مسيرين؟ او بمعنى اخر واش حنا مسيرين ولا مخيرين؟ ملي تنقولوا مخيرين يعني راه عندنا الحريه، عندنا الاراده في هذا الوجود هذا، تنتحركوا بالاراده ديالنا وبالحريه ديالنا. بينما ملي تنقولوا مسيرين راه كاينين قوانين وكاينه واحد القوه غيبيه هي اللي كتحكم في هذا الوجود هذا. الا رجعنا للجانب الديني مثلا العقائدي والايديولوجيات تيقولوا بان الانسان مخير ومسير في نفس الوقت. مخير من خلال الاعمال اللي تيدير الى اخره، عنده الحريه في دوك الاعمال اللي تيدير، تياكل، تيشرب، تينعس الى اخره. بينما مسير من خلال مجموعه افكار، مجموعه من العقائد، مجموعه من المهم مجموعه ديال الافكار الى اخره. ملي تنقولوا مسير بمعنى اخر راه كاينه واحد القوه غيبيه اللي هي الله، هي اللي كتسير هذا الوجود هذا وهذا الكون وهذا البلانيت فاش تنعيشوا حاليا. بينما كاينه واحد الفلسفه الا وهي الفلسفه الوجوديه تقول العكس تماما. يقولوا بان الانسان مخير وليس مسير. ايها الاخوان، الاكزيستانسياليزم او الوجوديه تقول بان الانسان مخير وما عندوش شي تسيير من الفوق، وما كايناش شي قوه غيبيه او شي قوانين في الطبيعه هما اللي تيسيروا الانسان في هذا الوجود هذا. دونك الاخوان في الحلقات اللي دازوا شفنا نيهاليزم او العدميه، شفنا لابسورديتي العبثيه، والان غادي نشوفوا ليكزيستانسياليزم او الوجوديه. حاول الاخوان انكم تفرقوا ما بين العدميه، العبثيه، الوجوديه. الناس اللي ما تفرجوش في الحلقات اللي دازوا حاولوا انكم تفرجوا باش تسيروا معنا هذه الحلقات بثلاثه اللي تيدويو على العدميه، العبثيه ثم الوجوديه. الكتاب ديالو الوجود والعدم تيقول الفيلسوف الفرنسي جون بول سارتر بان الوجود يسبق الماهيه. شنو تيقصد جون بول سارتر بهذه المقوله ديالو الشهيره اللي مشات فايرال في الفكر الفلسفي اون جينيرال؟ جون بول سارتر الاخوان تيقول بان الوجود الانساني يسبق ماهيته، او بمعنى اخر على سبيل المثال ملي تيتزاد واحد الدري صغير مثلا في واحد الجبل او في واحد قريه نائيه او في واحد الدوله عندها واحد الايديولوجيا او واحد العقيده، تو سامبلومون غادي يلقاو بان الدري هذا غادي يتشبع بدوك الافكار. بمعنى اخر ان الوجود ديال الانسان يسبق ماهيته. بمعنى اخر ان داك الطفل تيتعلم اللغه ديال الجسد، تيتعلم اللغه ديال الاسره ديالو، ديال الحي، ديال الدرب ديالهم، ديال العالم الى اخره. بمعنى اخر يتشبع بمجموعه من الاعراف والتقاليد الى اخره. بينما ديكارت وارسطو وافلاطون العقلانيين هادو تنقولوا لهم الفلاسفه العقلانيون يقولوا بان الانسان قبل ما يتزاد راه كاينين افكار في الدماغ ديالو انه يسير وفق القدر. بينما الفلسفه الوجوديه تقول العكس تماما، وتقول بان الانسان هو الذي يصنع وجوده. على سبيل المثال انا نعطيكم واحد المثال، الانسان ملي تيكون غادي في واحد الشارع وتتصدموا واحد السياره، راه الانسان هذاك الانسان او ذاك الشخص اللي صدمته السياره هو اللي بغى. علاش هو اللي بغى؟ بحكم انه عنده خيار انه يحاول انه فهمتي ديك السياره باش ما تضربوش، وهذه هي الوجوديه. كاينين بزاف ديال الفلاسفه الوجوديين الاخوان، لعل من اهمهم سورين كيركيغارد. هذا الفيلسوف هذا هو اول فيلسوف اللي اسس لنا الوجوديه. من بعد غادي نلقاو سيمويل بيكيت، جون بول سارتر، سيمون دو بوفوار، وايضا غادي يصدمكم هذا اللي غتسمعوا الاخوان الا وهو فريدريك نيتشه. ايها الاخوان، فريدريك نيتشه هو فيلسوف وجودي، الاغلبيه تتصحاب لهم بانه فيلسوف عدمي. لا الاخوان، ماشي فيلسوف عدمي. المهم ما عليناش، من بعد مساله الحرب العالميه الثانيه الانسان الاوروبي حس بواحد الفراغ وجودي، حس بانه تيعيش في واحد الكون اللي هو عبثي بدون اي معنى، وتيحاول انه يلقى واحد الجواب، لكنه تيفكر تيعيا وتيلقى راسو في الزنقه وسط الخراب، وسط الحرب اللي خلفته الحرب العالميه الثانيه. وهنا غتبان لنا الفلسفه الوجوديه من طرف بزاف ديال الفلاسفه، لعل من اهمهم فرانس كافكا، وايضا سيمويل بيكيت من خلال المسرحيه ديالو اللي كتجسد العبث اللي تيعيش الانسان في الوجود، واللي هي مسرحيه في انتظار غودو. دونك الاخوان غادي نهضروا بزاف على جون بول سارتر بحكم
انه هو اللي عطى القيمه للوجوديه وهو اللي طور هذه الوجوديه هذه. جون بول سارتر الاخوان هذا تزاد سنه 1905 وتوفى جوبونس سنه 1980. هو فيلسوف فرنسي حاول انه يعطي القيمه للوجود ديال الانسان. بمعنى اخر جون بول سارتر او الوجوديه بصفه عامه تيقولوا بان الانسان ما خاصوش يتبع التقاليد ديال المجتمع وما خاصوش يتبع التقاليد مثلا ديال شي افكار وشي ايديولوجيات، وانما الانسان خاصو يصنع الوجود ديالو براسو. وتيركزوا الفلاسفه الوجوديين على الحريه والاراده ديال الفرد، وهذه واحد الحاجه اللي هي جد مهمه الاخوان. البلان وما فيها الاخوان ان المجتمع الاوروبي حاليا تشبع بمجموعه من الثقافات، ولعل من اهمها الفلسفه الوجوديه والعبثيه والعدميه، بحكم انهم تيركزوا على الفرد اللي هو فرد، عكس الدول الناميه دول العالم الثالث اللي تلقاو بان الفرد ما تيسواش اصلا، تيدخل شي اداره ما كتعطاش له واحد القيمه، عكس الدول المتقدمه الغربيه اللي تيعطيو القيمه للفرد، لانه الفرد بالنسبه لهم هو محور المجتمع وماشي المجتمع هو محور الفرد. العكس الاخوان، دونك الوجوديه تيعطيو واحد القيمه بزاف للفرد كفرد. دونك غادي نلقاو بان جون بول سارتر تيركز على الفرد، بحكم ان الفرد هو اللي تيصنع المجتمع وماشي العكس. وهنا دولينا جون بول سارتر على البلان ديال الوجود والعدم، وتيقول بان الانسان تيعيش في واحد العالم اللي هو فريمون عبثي، الا انه خصو يخلق واحد المعنى للحياه ديالو باش يحاول انه يتكيف مع الطبيعه والمعاناه الى اخره. وهذا الشيء اللي طاري وهذا الشيء اللي شفنا من بعد الحرب العالميه الثانيه، حاول الانسان انه يبني راسو براسو، وحاول الانسان انه يثقف راسو براسو، على الرغم من انه داز من واحد الحرب، من واحد العبث، من المعاناه، من لي سيفرونس، من بزاف ديال الحوايج. دونك الاخوان هذه هي الفلسفه الوجوديه بصفه عامه. غتبان لكم شويه قريبه للفلسفه العبثيه، بحكم ان الافكار او لا بحكم ان هذه الفلسفات جاوا في نفس لابيريود واللي هي بعد الحرب العالميه الثانيه. هنا غادي ناخذوا البلان ديال فريدريك نيتشه الفيلسوف الالماني، تيقول بان الانسان عنده اراده وهو تيركز على اراده القوه، وهو شويه تيبان بانه متشدد في هذه الفكره هذه، بحكم ان الانسان هو اللي خاصو يخلق المعنى ديالو بقوه وبقوه القدر وبقوه الطبيعه، وخاصو يواجه الطبيعه وخاصو يواجه المعاناه عن طريق الاراده والحريه والفكر الى اخره. غادي نلقاو ايضا فريدريك نيتشه تيدافع على الفكره ديال الانسان الاعلى او السوبرمان او الفكره ديال السوبرمان اون جينيرال. الاغلبيه فيكم او الاغلبيه منكم غادي يكونوا تفرجوا في هذا الفيلم هذا ديال السوبرمان، واول شخص او اول فيلسوف بروبوزا او اخترع هذه الفكره ديال السوبرمان هو فريدريك نيتشه، من خلال الكتاب ديالو هكذا تكلم زرادشت. الفيلسوف الالماني فريدريك نيتشه تيركز على الانسان وماشي المجتمع، وتيركز على الانسان الاعلى، وتيقول بانه الانسان ما خاصوش يتشكى في الوجود ديالو، خاص تكون عنده واحد الاراده واحد القوه اللي غادي يواجه بها هذا الوجود اللي فيه بزاف ديال العدميه وبزاف ديال العبث الوجودي. دونك غادي نرجعوا ايضا للبلان ديال سيموائيل بيكيت، المسرحيه ديالو الشهيره في انتظار غودو. هذه المسرحيه هذه الاخوان هي مسرحيه وجوديه كتجسد العبث اللي تيعيشوا الانسان في هذا الوجود هذا. سيموائيل بيكيت الفيلسوف الوجودي حاول انه يلخص لنا الوجوديه في هذا المسرح هذا. عندنا جوج ديال الاشخاص فوق خشبه المسرح، وهاد الجوج هادو ديال الاشخاص السيناريو ديالهم انهم تيتسناو واحد الشخص انه يجي، ولكن هاد الشخص اللي غادي يجي ما عمرو غادي يجي، اللي هو غودو هذا واحد الشخص ما عمرو غادي يجي، لانه هاد الجوج هادو واحد فيهم عرف بانه داك غودو راه ما عمرو غادي يجي لانه فهم الوجود، بينما الشخص الاخر ديما تيسول داك الاخر وتيقول ليه هو فينا هو هاد غودو هذا، واش ما عمرو غادي يجي ولا كيفاش البلان. داك خونا تيحاول انه يلهي وتيحاول انه يدبر له في شي حاجه يديرها ما زعما يجي داك غودو، ولكن في اخر المطاف غودو ما عمرو غادي يجي. خاصكم تعرفوا الاخوان ان سيموائيل بيكيت من خلال شخصية غودو اللي هي شخصية عدمية ما كايناش أصلا في الوجود، قصد بها المعنى، بمعنى آخر أن المعنى يساوي غودو هو المعنى
والمعنى ما عمره غادي يجي في هذه الطبيعه هذه وفي هذا الوجود، وانما الانسان هو اللي خاصو يقلب على المعنى ديالو في الوجود وفي الطبيعه وفي البلانيت وفي الكون الشاسع الواسع فاش نعيشوا حاليا. خاصكم تعرفوا الاخوان بان الفلسفه الوجوديه هي ضد الايديولوجيات والعقائد والاديان، وبانه كاينه واحد الحاجه من مور الموت الى اخره. الوجوديين تيقولوا بان الانسان اللي تيامن بواحد الحياه من مور الموت هو واحد الانسان يقتل نفسه بنفسه، يقتل نفسه فكريا. وايضا فريدريك نيتشه قال هذا البلان هذا لانه الاغلبيه من الفلاسفه الوجوديين والعبثيين والعدميين هما فلاسفه ملاحده، ما تيامنوش بشي قوه غيبيه هي اللي خلقات هذا الكون هذا، بحكم انهم تيقولوا الا كانت واحد القوه غيبيه اللي هي الله سبحانه وتعالى، خاص الانسان يدير والو، بمعنى اخر خاصو يفشل، ما خاصوش يبقى يخدم، ما خاصوش يبقى، بحكم انه كاينه واحد القوه غيبيه هي اللي كتسير. وهنا غادي نرجعوا للبلان ديال هل نحن مسيرين او لا مخيرين. الوجوديين تيقولوا بانه الا كاينه واحد القوه غيبيه فتو سامبلومون حنا بشر مسيرين في هذه الارض هادو او لا في هذه الارض هذه، وخاصنا نستسلموا للوجود ونتسناو المصير ديالنا من مور الموت اللي هو يا اما الجنه يا اما النار. بينما تيامنوا هما وتيفوكسيو مزيان وتيركزوا على ان الانسان مخير وماشي مسير. دونك الاخوان هذه هي ليكزيستونسياليزم او لا الوجوديه. على سبيل المثال الاخوان في هذا الزمان فاش نعيشوا حاليا يعتقد الانسان بانه محور الكون. البشر او الانسان تيتصحاب لهم او لا بعض البشر بين قوسين تيتصحاب لهم بانهم محور الكون، وكتلقاه تيبغي يفرض عليك مجموعه من الافكار ديالو، مجموعه من التقاليد ديالو، مجموعه من الاعراف ديالو اللي هي تقاليد عافى عنها الزمن. الوجوديين هما ضد انه الانسان محور الكون. لا، الانسان ليس محور الكون، وانما الانسان يجب ان يخلق ولا أن يخلق معنى لحياته من أجل أن يواجه الوجود، لأنه الوجوديين تيشوفوا بأن الوجود هو بمثابة واحد الوحش بغى ياكل الإنسان، لأنه الطبيعة الإخوان هذه تنركز عليها وتنفوكسي عليها، أن الطبيعة ليست الأم ديال البشر، لأنه لا بليبار ديال الناس يتسحب لهم بأن الوجود هو أو لا الطبيعة بصفة عامة هي أم الإنسان، وهذه واحد الفكرة اللي هي غالطة وهي فكرة وهمية. أنا أعطيكم واحد المثال الإخوان، فمثلا الكارثة الأخيرة اللي ضربت المغرب اللي هي زلزال الحوز إلى آخره، لقينا بأن الإنسان تصاب بواحد العبثية ولا بواحد الوجودية. لقينا بأنه دوك الناس اللي ضربهم الزلزال هما ناس اللي هما شرفاء، ناس اللي هما الله يعمرها دار، ناس اللي هما من أطيب خلق الله. وهنا الانسان تيتساءل علاش مثلا ضرب الزلزال، ولا بلوبار ديال المغاربه تسالوا هذا السؤال هذا واللي هو سؤال فلسفي وجودي. تسالوا قالوا علاش دوك الناس ضربهم الزلزال وما ضربش مثلا دوك الشفاره السياسيين الى اخره. هذا السؤال ديال الناس وماشي ديال الاخوان، ما تحاولوش تفرضوا عليا الافكار ديالكم. دونك هذا سؤال طرحوه بزاف ديال الناس واللي هو سؤال وجودي. لا بليبار ديال الناس قالوا لي صراحه تواصلوا معايا في ديك لا بيريود فاش ضرب الزلزال، وقالوا بانه علاش مثلا هذا الزلزال هذا ما ضرب بالضبط هاد الناس هادو، علاش مثلا الطبيعه فوكسات على هاد الناس هادو اللي تيصليو، اللي فيهم النيه، اللي كرماء. تخيل معايا انك كتطلع الحوز ولا ازلال ولا ورزازات ولا تنغير وكتلقى الناس من اطيب خلق الله. تخيلوا معايا، نقدر والله اعلم انا تنقول هذا البلان هذا، نقدر نقول بان الانسان في دوك الجبال الاخوان هما من اطيب خلق الله، وهما من اكرم الناس في هذا البلانيت هذه. زعما واحد لاستاتيستيك عطيتها من وجهه نظر الاخوان وصافي. دونك الاخوان المغاربه تسائلوا وقالوا علاش الزلزال ضرب هاد الناس هادو، والانسان المغربي والانسان بصفه عامه ما بغاش يفهم بان الطبيعه ليست امي وامك، وانما الطبيعه هي اصلا الانسان تزاد لقى الطبيعه. فعلاش انك غادي تحكم على الطبيعه بانها خايبه ولا زوينه والى اخره؟ فهمتوني؟ الوجوديه كتقول بان الانسان عنده خيارات باش يتفادى الطبيعه وباش يخلق واحد المعنى للوجود ديالو، الا انه الا تقتل من طرف الطبيعه فما عنده ما يدير، لانه الطبيعه وحش كبير يتحكم في الانسان. دونك الاخوان الطبيعه ماشي الام ديالنا. الا جاب الله ضربتك الطوموبيله او لا ضربك واحد الزلزال او لا فيضان ومتي في ديك لا بيريود، فراه هذا ماشي تسيير وانما خيار. انت اللي بغيتي انك تصاب بهذه الكارثه هذه
وانت اللي جلستي في ديك البلاصه وما بدلتيش ليدي ديالك اولا الفكره ديالك تمشي لشي بلاصه اخرى اللي ما فيهاش الفيضان اولا الزلزال اولا البركان. فمثلا الاخوان قبل ما نختم غناخذ واحد المقوله ديال فريدريك نيتش تيقول فيها بانه لم يترك الاغنياء للفقراء شيئا سوى الله. هنا الاخوان فريدريك نيتش الاغلبيه ملي تيقراو هذه المقوله هذه ديال فريدريك نيتش لم يترك الاغنياء للفقراء شيئا سوى الله، تيعتقدوا بان فريدريك نيتش تيقصد الله ديال شي ديانه اولا ديال شي معتقد اولا ديال شي ايديولوجيا، ولكن العكس الاخوان لا. فريدريك نيتش تيقول بان الفقراء لم يترك الاغنياء للفقراء شيئا سوى الله. وهنا فريدريك نيتش تيقصد بالله الطبيعه، لا ناتور، طبيعه فاش يعيش الانسان. لم يترك الاغنياء للفقراء شيئا سوى الله، بمعنى اخر لم يترك الاغنياء للفقراء شيئا سوى الطبيعه. بمعنى اخر باش نزيد نبسط لكم، فريدريك نيتش تيقول بان الانسان اللي تيتشكى بزاف، الانسان الضعيف في الطبيعه هذه تيختار البلايص اللي فيهم شويه ديال الراحه، تيختار دوك البلايص اللي فيهم الخطر اللي ما عرفوش هو ولكن فيه الراحه. بينما البرجوازيين تلقاوهم مثلا ساكنين في الفيلات، ساكنين في البارتمات الكبار، في العمارات، في المولات الى اخره. بينما الانسان الفقير في الطبيعه تيختار ديما دوك البلايص اللي فيهم الريسك ولكن هو ما على بالوش. على سبيل المثال الناس اللي تيبنيو في جانب الانهار، اللي تيجي الفيضان وتيدي ليه الدار ديالو تيقول لا راه الطبيعه، تيكذب على راسو براسو وتيقول بان الطبيعه هي اللي دارت لي هذا البلان هذا. دونك فريدريك نيتش تيقول العكس، تيقول بان الانسان هو اللي غادي يختار البلاصه ديالو، وهو اللي غادي يختار الافكار ديالو، هو اللي غادي يختار المعتقدات ديالو، هو اللي غادي يختار الاعراف ديالو، وهو براسو خاصو يختار. ماشي تسنى واحد العائله اولا الوالدين ديالك اللي ما قاريينش ما عندهمش واحد الوعي انهم يفرضوا عليك داكشي اللي خاصك ديرو نتايا. وهذه هي ليكزيستونسياليزم الاخوان. وحاولوا انكم تفرقوا ما بين الافكار الفلسفيه وما بين الافكار ديالي انا. ما كنبغيش انني نعطي الافكار ديالي صراحه الاخوان، كنبغي انني نبقى محايد قدر المستطاع، وكنبغي نبقى محايد من الاخر باش يوصلكم الميساج، وتنحاول انني نشرح الفلسفه بصفه عامه. دونك الاخوان هادشي اللي كاين. خليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق. الناس اللي قراو شويه على ليكزيستونسياليزم صراحه عطى الله بزاف ديال الفلاسفه الوجوديين، من بينهم غادي نلقاو الفيلسوفه الشهيره سيمون دو بوفوار. الاغلبيه ديال الناس تيسمعوا سيمون دو بوفوار راه هي عشيره جون بول سارتر وتيتسحب لهم واش شي فيلسوف. لا الاخوان سيمون دو بوفوار نخلي لكم التصويره ديالها هنايا، هي فيلسوفه فرنسيه كانت غادي تتزوج بجون بول سارتر. جون بول سارتر كان واكل الجوانط على هذه الفيلسوفه هذه، الا انه هذه الفيلسوفه كتنتمي للبلان ديال الفيمينيزم، وهي اول فيلسوفه كتدافع على النسويه الى اخره. دونك الاخوان هذا هو البلان. وخليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق، وخليوا لي المواضيع اللي تبغيو نهضر عليها من هنا لقدام في هاد لاشين هذه، لانه الاخوان لا بلوبار ديالكم او بزاف ديال الناس تيتسحب لهم ان هاد لاشين فوكسيت فيها بزاف على الفلسفه والفلاسفه والفكر الفلسفي. لا الاخوان، وانما مفوكسي فيها على فلسفه الحياه وفلسفه الوجود. غادي نبقى ننشر فيها فيديوهات تيهضروا على بزاف ديال المواضيع في الطبيعه، في الوجود، في المجتمع، ايضا الظواهر الاجتماعيه اللي تيوقعوا الى اخره. دونك الاخوان هادشي اللي كاين. الناس اللي وصلوا لهذه المرحله من الفيديو شكرا بزاف على الثقه ديالكم الاخوان، لانه بزاف ديال الناس صراحه ما كنتش كنتصور بانهم غادي يساليو الفيديو. تخيلوا معايا، والله ما كنتش كنتصور بانكم غادي تكملوا الفيديو حتى الاخر. دونك الناس اللي وصلوا لهذه المرحله من الفيديو الدقيقه واقيلا 19 ولا 20، خليوا لي اوكي او لا علقوا لي بسيزيف بلس 2 او لا، مهم اوكي ولا سيزيف. وشكرا بزاف على الثقه ديالكم الاخوان اللي وضعتوا في هذه القناه هذه. كنتمنى صراحه انكم تخليوا لي المواضيع اللي تبغيو نهضر عليها من هنا لقدام، لانه تنقلب على الافكار بزاف باش نلقى الافكار اللي ندوي عليها. دونك الاخوان هادشي اللي كاين. كان معكم سيزيف، تهلاو.